السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. انا هعمل السمك يا جماعة اللي هو كنت اسماه اتنين، عملت نصه مقلي وعملت النص التاني قلت اسيبه اعمله في صينية مع حبة سردين او كده. فانا جبته كنت محاشياه بالدقة بتاعته كده، بدرته يا دوبك وحطيته في يتقلي نص تقلية، يعني تحميرة كده، نص تحميرة. مش هحمره قوي عشان انا احطه في وعاية كده في الفرن. وهجيب هقليله بتوم. هعمل التسبيكة بتاعته بتوم. جبت فص توم قطعته، ودي دقة توم، وهحط عليها حبة زيت وهقلبها تقليبة كويسة كده. وهحط عليها طماطم. الطماطم دي وانا مفرزاها، يعني هحط منها عليها، وهسيبها تغلي غلوة كده، وازودها حبة مية، واحط اظبط التوابل بتاعتها، واحط فيها السمك واحطها في الفرن. اهيت يا جماعه الطماطم اهيت اللي انا هعملها. يبقى انا حطيت دقه توم وفصين توم كده وقلبتهم، وحطيت فيهم الطماطم، وادي السمك اهون. يعني هحمره نص تحميره كده. مش هتك عليه في التحميره، يعني نص تحميره، مش قوي يعني، علشان لسه هيطيب اكمل سواه في الفرن. هما دول هرصهم في الوعيه. حطيت معلقه من التسبيكه دي تحت، وهحطهم كده في الوعاية. بس هم 5 حتت هحطهم كده في الوعاية، وحطيت عليهم كمون وشطة وكزبرة ناشفة. كمون وشط لا مش شطة يا جماعة، دي بابريكا. كمون وبابريكا وكزبرة ناشفة. وهحط كده المكونات دي كلها، وهظبط الملح بتاعها. براعي بردك ان السمك الحشوة بتاعته فيها ملح. هظبط كده المواضيع، واجي حاطه التسبيكه ديت فوق السمك. بس كده، ومش هغليه على النار فوق البوتاجاز ولا حاجه، هو البوتاجاز شغال، هحطه في البوتاجاز على طول. اهو يا جماعه دي كده. وبعدين انا قبل ما احمر السمك، قبل ما اقلي السمك، كنت قاليه البتنجان دوت وقرنين الفلفل الحراقين دول. حطيت عليهم حبه كمون، وحطيت دقه، واحط ليمون، وهحط خل، وهحطهم كده جنب الاكل. طعمه جميل جدا، يعني بيبقى في منتهى الجمال البتنجان دوت يا جماعه. حطيت عليهم اهوت نص ليمونه، وهحط عليهم حبه خل، وحطيت كمون، حطيت دقه توم على فلفل احمر على فلفل اخضر، وحبه كزبره ناشفه، وهحط حبه خل كمان، وحطيت نص ليمونه اهون. وهقلبهم كويس كده، وادي الطبق دوت بردك جاهز اهون. يبقى انا السمك كده هحطه في الفرن بس ياخد تشميعه. بس احنا بنحبه ناشف، ما بنحبوش مليان صوص دمعة يعني وكده، لا. بنحطه بنحبه ناشف. فهحطه شويه كده، واولع عليه الشوايه من فوق يتحمر الوش. وادي البتنجان جاهز اهو. الفلفل ده حراق مولع يعني كده اهو. حطيت السمك، وهحط جنبه برام رز عشان ما اولعش بقى من فوق ومن تحت، كفايه كده اهو. بردك برام الرز ده طلع جميل جدا. ادي جبت السردين دولت، جبت نص كيلو، كان عامل حوالي 15 جنيه تقريبا. حطيت عليه دقه، وحطيت عليه الليمون ده انا كنت عصراه فوقه. حطيت عليه دقه توم وفلفل احمر وفلفل اخضر وملح. وبعدين جيت جايبه بصل يا جماعه ومقطعاه شرايح، وفلفل اخضر وطماطم. لو انا عندي فلفل الوان كنت قطعته بردك. حطيت على البصل ملح وكزبره ناشفه وكمون وحبه بابريكا. وممكن بلاش البابريكا، يعني استغنى عنها خالص يعني. وعصرت عليها ليمونتين او ليمونه ونص كده. و... وكمان بس لو انت عايزه تحطي خل حطي خل. هدعك البصل بالفلفل الاخضر بالتحبيشات اللي انا حطيتها دي، اللي هو الكمون والكزبره والدقه. هدعك بيهم البصل بس، مش هدعك الطماطم عشان ما موتهاش. وبعدين اجيب الطماطم واقلبها كده هيت مع البصل والفلفل. وبعدين هقلبها احطها دي كلها على السردين. زي ما قلت، لو انت عايزه تحطي نقطه خل صغيره حطي. انا مش هحط خل، يعني انا بكتفي بالليمون. هقلب اللي هي المكونات دي كلها مع السردين. وعندي حبه زيت كده في البرطمان دمت، يعني كان مكانه توم، فانا حطيت فيه الزيت وحطيته كده عليه. قلبتهم تقليبه كده كويسه، وهرص بقى الايه، هرص السردين رصه كده كويسه عشان يبقى شكله جميل.
العين بتاكل طبعا قبل البق. فرصيت السردين ده رصة حلوة كده، واحط بقى فوق واحط فوق الخضار ده بقى. اهو بصوا يا جماعة، هرصه كده كده يعني كله بقى، ربنا يصبرني عبال ما اخلص رص. هو مش كتير يعني، هو نص كيلو. انا دايما بعمله بنفس الطريقة. لو انا هعمله في الفرن هعمله بنفس الطريقة، مش هحمره يعني، هعمله بنفس الطريقة دي. اهو يا جماعة بسم الله ما شاء الله شكله جميل. وكمان جبت الخضار حطيته فوق عشان يبقى يديله طعم كده، ويبقى طعمه حلو كده وانتي بتاكليه يعني. السردين ده بيتاكل بالعيش، وبيتاكل بالعيش بالبتنجان وحبة سلطة كده شوية صغيرين، حاجة في منتهى الجمال. وحطيت عليه قرن الفلفل الحراق ده برضك عشان يديله طعم. اهوت الرز هيعمل من فوق، يختم من فوق. وادي السمك، وحطيت السردين تحت كده شوية، وهطلع السمك واحط السردين فوق تاني، وهدي عليه النار يا جماعة. مش ههدي عليه النار عشان الرز يعني، هدي على الرز النار. اهو بصوا يا جماعه، ادي السمك اهوت بسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه يعني. بيتكلم مع نفسه، بصوا البقبقه اللي فيه دي بيتكلم مع نفسه اهو. بسم الله ما شاء الله شكله جميل جدا. الطريقه دي جميله جدا يعني بالتومه. انا ممكن اعمله ببصل، بس انا قلت هعمله بالثوم المره دي يعني، زي تسبيكه المسقعه. وحطيت فيه السمك وحطيته في الفرن. ما طيبتش السمك تاني على النار، اكتفيت ان انا حمرته بس، وهو هيكمل سواه في النار. بسم الله ما شاء الله. اهو بردك السردين اهو. بصوا يا جماعه خلاص قرب يعني، واخد على يعني، حطيته شويه والرز لسه موجود زي ما هو يعني، شويه كده تلت ساعه ويبقى مظبوط. ادي السردين طلع من الفرن اهو، جميل في منتهى الجمال. ودي بردك مكونات الغدا اللي عملته. عملت يعني السردين، قلت يعني مع السمك قلت يشيلوا بعض يعني. لقيت السمك يعني مش هيبقى منابات كبيرة كده، هيبقى صغير. فقلت مع نص كيلو سردين والخضرة وبرام الرز والبتنجان وطبق السلطة ده. اهو بسم الله ما شاء الله يا جماعة شكله في منتهى الجمال يعني، طعم حلو وتعتبر وجبة بردك اقتصادية. يا رب تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله.